تعالى لما احكي لك على حد مات اخوه، قام نصيب له صوان كبير وجايب له دستة مشايخ تقرا له في العزا قرآن. وبصراحة كتر خيره، ما أثرش في أي شيء، وكان راجل كله خير. على العزا صرف كتير وقعد يبكي بحرقة وينوح زي الحريم. قال كلام قطع قلوبنا، وبكاه ما كانش عادي، كان جامد وبضمير. وكان واضح إنه فعلا لفراق أخوه حزين، باين إنه اتأثر بالفراق والله حزين. وقعد يخبط على راسه ويقول بعد منك أعمل إيه؟ والناس عمالة تطبطب تحتضنه وتواسيه. صعب علينا حاله وقلنا عليه راجل مليان طيبة وإحساس من شدة زعله عليه. يا عيني هيموت وراه، بس كان في الأمور أمور، وإنها كنوز بتدور. الناس ما تعرفش حاجة، بس ربك رب قلوب. ابن المرحوم قام وقال إنه عمه اللي مقهور كان سبب موت أبوه. قبل موته ظلم كتير أخوه ابن أمه وأبوه، جنى عليه بظلمه عليه، وكان سبب حسرته وكان سبب علته. قهر وقضى عليه، أكل ورثه وورث عياله، وحق أبوه وصاه عليه. وقال له أخوك أمانة، حقه في رقبتك ودين عليك، بس ما عملش بالوصية. ضحكت عليه الدنيا لما جات له بصورة ولية وقالت له عندنا عيال. قام واخد حق أخوه بالكذب والتدليس، وقال إيه عامل حريص على عزا يكون فاخر والبكا يكون بحرقة. صرف صراحة وكلف، وكله عن مظاهر، وده اللي كان ظاهر، واللي في القلوب ربنا أعلم بيه. الناس قالوا في حقه كلمتين حلوين، قالوا صرف وكلف وزعلان على أخوه. خد نتيجة كذبة، حبة إعجاب وشو من ناس زيهم زيه، رايحين بعد الدنيا اليوم. اسمه يوم الحساب، يوم اسمه يوم القيامة. هيروح بحسرة وندامة، وهيقول لربه إيه؟ يا ويله وويل كل ظالم من يوم عاش نسيه.